أنا رسالتي حق أهل الكويت، أقول يا جماعة خلونا نتجرد من الرأي المسبق ومن الحكم المسبق، خلونا نفكر بعقل. الكويت تستاهل ولا لا؟ الكويت تستاهل إن احنا نضحي بساعة من عمرنا يوم 1/12 ونروح نصوت ونختار واحد من أجل الكويت؟ الانتخابات القادمة هي انتخابات وطنية، خلوها انتخابات حق الكويت. احنا صار لنا تقريبا 50 سنة نصوت على أساس طائفي وقبلي وحزبي وفئوي. هالمرة يا جماعة أرجوكم خلينا نصوت من أجل الكويت، بس مرة واحدة في عمرك صوت من أجل الكويت. حط ربك سبحانه وتعالى، حط ديرتك، حط أولادك أمام عيونك، صوت. اللي يقول لك قاطع لا تروح، قول له الكويت تستاهل وأنا بروح من أجل وطني، وراح تشوفون نتيجة إيجابية لكم ولأولادكم إن شاء الله. بس إذا ما رحتوا وطلع واحد ما يصلح، يا جماعة لا تلومون إلا أنفسكم، أنتم اللي خليتوا اللي ما يصلح يوصل. إذا فعلا تحبون هالديرة وتبون شيء زين روحوا صوتوا. أنا ما أقول صوتوا لي، صوتوا اللي تشوفونه الأفضل يعني، بس أنا أقول روحوا، حط ربك وديرتك وأولادك أمام نظرك وتحط صح اللي تشوفه يستاهل صوتك وتعتقد بأنه كفو حق الأمان. الشيء الثاني، نعم. كلمة أخيرة تفضل يا جماعة، ترى احنا باقي 5 أيام نتوقع أنه راح يكون هجوم علينا بالإشاعات وبالسب وبالقدح، نبيكم تدافعون عنا، تذودون عنا، احنا أولادكم إخوانكم. إذا في شك أو في أي شيء تعالوا لنا دقونا علينا، خلونا ندافع عن أنفسنا، لأن من يطلق الإشاعة أجبن من أنه يتكلم على الهواء مباشرة أو يتكلم أمامي أو أمام أحد يعرفني ويعرفكم. خلينا نحافظ على هالديرة، خلينا نبني وطن لنا ولأولادنا ولأحفادنا.